ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصور الحلقه دي وانا لسه صاحي مثلا بقالي نص ساعه، لكن بصراحه الخبر من قوته مخليني عايز اتكلم عن الصفقه دي بكل تاكيد، وحاسس ان انتوا كمان ممكن تبقوا مهتمين جدا تعرفوا رايي في الصفقه دي، وخصوصا ان انا بحرق لكم الاول زي ما انا دايما بعمل. انا عجباني الصفقه دي جدا جدا جدا، ورغم ان احنا كلنا بنحب نشتم في اداره ليفربول، لكن الامانه صفقه معلم. الغريب بالنسبه لي او المفاجئ بالنسبه لي فكره اني بشوف ناس كتير جدا من جمهور ليفربول او عموما ناس بتحب الكوره بتتكلم عن قد ايه ليفربول مش محتاج صفقه زي دي. ففي حلقه النهارده انا هتعامل معاك قال يعني انت مش موافق عن الصفقه، واحاول اقنعك بيها، احاول اقول لك ليه دي صفقه كويسه. فحتى لو انت مقتنع بالصفقه اعمل فيها بس ايه كام دقيقه اللي جايه دي ان انت مش مقتنع، عشان تعرف بس انا دماغي جواها فيها ايه. وحتى لو انت مبسوط لكيزا نفسه، لا انا هديك اسباب اكتر تخليك حاسس ان الصفقه دي والله كويس. بس الاهم من كل ده احب افكرك ان احنا النهارده اليوم ال 51 في تحدي ال 100 يوم. بدانا اهو في النص الثاني، التحدي اللي بكل بساطه بننزل فيه كل يوم فيديو على القناه لغايه لما نشوف بعد نهايه المده وصلنا لكام مشترك على اليوتيوب. اظن ان اول ما بدات التحدي ما كانش حد فيكم متخيل ان انا ممكن التزم لمده 50 يوم، صح؟ والله ولا انا اقول لك على حاجه، ولا اختي. كنت بتكلم معاها امبارح فقالت لي والله عمري في حياتي ما كنت ممكن اتخيل ان انت تلتزم الفتره دي كلها. فواضح كده ان انا سمعتي ما شاء الله جميله جدا. بس انا ملتزم، انا ملتزم، وقررت ان انا اغير من نفسي وان انا التزم في الحلقات. والله كان عندي قبل كده دايما ظروف كانت بتمنعني من ان انا اكون ملتزم في الحلقات، بس يعني اظن ان انا اثبتت لكم ان انا لو حطيت دماغي في الحاجه بعرف التزم فيها. ما علينا، يلا بينا نتكلم على الصفقه، يلا بينا. واخيرا اول صفقه يعملها ليفربول في الميركاتو ده. عارف ان هم اشتروا حارس فالنسيا وحارس جورجيا ماماردشفيليا، لكن هو مش هينضم للنادي دلوقتي وهيفضل اعاره موجود في فالنسيا لغايه لما يجي لهم السنه اللي جايه. ده في ناس كمان بتقول لك انه ممكن يقعد سنتين في فالنسيا وبعد كده يجي النادي. ولكن الصفقه الاولى اللي خلاص هتدخل الملعب على طول السنه دي هي صفقه كيزا. ومهتم جدا اشوف وعايز اعرف رايكم تحت في الكومنتات، تتوقعوا ليفربول ممكن يعمل صفقات تانية في الكام يوم اللي جايين؟ خلاص تقريبا في يومين ثلاثة على الديدلاين، ولو فعلا متوقعين يعمل صفقات يا ترى في انهي مراكز او انهي لعيبه؟ انا حاسس ان هي لسه في حاجه كمان، يعني مجرد احساس، ما عنديش طبعا اي اخبار ولا اي حاجه. لكن بقى لو اتكلمنا عن كيزا، تعال الاول نقول ليه بعض الناس شايفه ان هي صفقه مش كويس. معظم الناس دي تقول لك حاجتين. اول حاجه ان انت في مركز الرايت وينج والليفت وينج ده عموما عندك لعيبه كتير جدا، فكيزا انت مش محتاجه وممكن تصرف الفلوس دي في اماكن تانية. الحاجه الثانيه ان اللاعب عنده اصابات كتير. هنجاوب على حته الاصابات دي كمان شويه، لكن تعالى الاول نتكلم على فكره ان ليفربول مش محتاج وينجات. هل انا متفق مع المقوله دي؟ طبعا مليون في المية. بس واضح جدا يا جماعه من بدايه الترانسفير ماركت، من ساعه الاشاعات بتاعت ان هم عايزين يجيبوا انتوني جوردن، ان في حاجه بتدور في دماغهم ان هم عايزين يجيبوا معاهم ليفت وينج في الفريق. يا اما من تحت لتحت هم مش مقتنعين بفكره ان لويس دياز ممكن يكون اساسي في الفرقه، يا اما هم عايزين يروحوا يجيبوا لعيب تاني بحيث ان لويس دياز ممكن يتباع السنه اللي جايه، يا اما هم عارفين ان صلاح مش هيكمل بعد السيزون ده فشايفين ان ممكن مثلا لويس دياز يروح يلعب ناحيه اليمين، او هم اصلا يروحوا يشتروا لاعب بيقدر يلعب على ناحيه اليمين وناحيه الشمال. فرغبه الوينجر دي ما طلعتش فجاه، هم بقى لهم فتره بيتكلموا عنها، حتى طلع تقارير شويه وبعد كده اتنفت على طول موضوع كفاراتسخيليا من نابولي طبعا. لكن اللعيبه دي كانت هتكلف النادي كتير قوي، بس جات لهم بقى المره دي فرصه كيزا. اولا لاعب عنده خبرات، شارك في ماتشات تشامبيونز ليج، حرفيا كسب بلده يورو، لعيب بروفن بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت برضه بيكلفهم 10 مليون باوند تقريبا باليورو 13 مليون. يا جدعان دول من كام سنه دفعوا في مينامينو اكتر من كده. بقول لك ايه، دول باعوا كارفاليو من عندهم اكتر من كده. خليني اسالك سؤال، انت دلوقتي لو ما كانوش راحوا جابوا كيزا وفي نفس الوقت ما باعوش كارفاليو، كنت هتستغرب؟ كنت هتقول عندهم وينجات كتير؟ كنت ممكن تقولها، بس يعني اللي هو عادي. فتخيل لما يروحوا يبيعوا كارفاليو في توتال صفقه فوق ال 25 مليون، ويحطوا في عقده سيلون كلوز كمان، وبعد كده يروحوا يشتروا كيزا، الخبره الاكبر، اللعيب البروفن اكتر، اللعيب اللي هو طول ما هو فيت هو احسن من كارفاليو بليون مره كمان، فيروحوا يجيبوا كيزا ب 10 مليون بس. انت ايه رايك؟ فزي ما بقول لك، فكره ان هم والله دول صحي وفجاه الصبح كده لا احنا عايزين وينجر، دي كدبه، دي حاجه ما تصدقهاش، لان هم بقى لهم فتره بيتكلموا عن حاجه زي كده، وبقى لنا فتره بنسمع عن بعض التسريبات ان هم بيفكروا فعلا في الليفت وينج. فتخيل معايا عزيزي المشاهد ان هم السنه اللي جايه مثلا او في يناير تلاقيهم بيبيعوا لويس دياز مثلا ب 70 مليون، زي ما كان في ناس بتقول ان هو ده الترانسفير فاليو بتاعه، وان في انديه كتير مستعده تدفع الرقم ده في لويس دياز. او تخيل معايا مثلا لو قدروا فعلا يبيعوا نونز وخلاص يعتمدوا جوتا بقى هو السترايكر او هو الفولس ناين، واليوت احيانا برضو لعبها في البري سيزون مع جوتا، ويبقى لويس دياز ناحيه الشمال، صلاح ناحيه اليمين، وكيزا بدلهم هما الاثنين. لحظه واحده، انا نسيت جاكبو كمان، يعني عندهم جاكبو هو ممكن يلعب ناحيه الشمال وكيزا يبقى بديل صلاح ناحيه اليمين. تاني حاجه ان هو لعيب
ريسكي بس في نفس الوقت لو ريسك. يعني هو لعيب بيتصاب كتير زي ما انا قلت لك، ناس كتير قوي بتتكلم في الموضوع ده، بس انا في الاول وفي الاخر انا دفعت فيه 10 مليون بس. البست كيس سيناريو ان هو ما يتصابش ويبقى ملتزم ويبقى بيلعب، وساعتها هتاخد لاعب مع كامل احترامي لكل الوينجات اللي في الفريق، هو تاني افضل واحد بعد صلاح في البرايم بتاعه، فظيع، احسن من لويس دياز في عزه، احسن من جاكبو في عزه، لعيب خرافي. طب الورست كيس سيناريو هيقعد يتصاب يا عم، هيقعد يعمل زي تياجو الكانتارا كده، مش هتستفيد منه اي حاجه. خلاص اشتريته ب 10 مليون، بيعه خلاص. يعني بعد سنتين ثلاثه او بلاش، بعد سنه سنتين هتلاقي نفسك ان انت مش قادر تعتمد عليه بشكل اساسي، هتوديه بقى السعوديه، هتوديه امريكا، هينزل هيروح تاني بقى ايطاليا يلعب في امبولي ولا حاجه عادي، هتجيب الفلوس دي بسهوله. اي نادي ممكن يدفع فيه 5 6 مليون، تبقى عوضت 50% من الفلوس انت دفعتها. كمان اللي بيقال، حتى لان مفيش حاجه رسميه عن طبعا الراتب بتاعه، لكن بيقال ان هو قل راتبه بشكل كبير جدا عن ايام يوفنتوس. فبرضه انت كنادي مش متكلف سالري كبير، ودي حاجه انا بصراحه صدقها، لاني عارف قد ايه ليفربول بخيل جدا في صرفه، سواء على الترانسفيرز او الرواتب اصلا. وانت كده كده في حد من الثلاثه دول هيمشي السنه اللي جايه، سواء صلاح، ارنولد او فان دايك، ويمكن دول اكتر 3 لعيبه رواتبهم عاليه في الفريق، فانت برضو كده كده هتوفر السنه اللي جايه. فمن ناحيه الماديات ما فيهاش اي مشكله خالص. نيجي بقى لاخر جزئيه انا عايز اتكلم عنها، وهي فكره ان تياجو موتا يا عمر، مش تقعد تقول مدرب كبير ومدرب واعد وكل الكلام ده، تياجو موتا مش عايزه في الفريق، اكيد في سبب. انا عندي سؤال ليك، هل انت لما بتسمع عن اي حد، او انت شخصيا لو مثلا شغال في شركه ومشوك من الشركه دي، هل دي بتبقى 100% من الوقت تقصير منك وان انت ما بتشتغلش كويس؟ ممكن طبعا، بس هل هي دايما بتكون هو ده الكيس؟ ولا احيانا مثلا ان انت والله ماشي كويس بس مديرك ما بيحبكش، او مثلا والله انت ماشي كويس بس انت بتطالب بسالري اعلى، فهم شافوا ان لا مش عايزين ندفع له المبلغ ده، فوالله ممكن نروح نجيب حد تاني ارخص، او والله حصل سوء تفاهم بينك وبين مديرك وقررتوا ان انتوا الاثنين خلاص اشتباك، مش هينفع نكمل مع بعض، كل واحد يشوف طريقه. لعيبه الكوره والمدربين والادارات بني ادمين زيهم زيك، بيحبوا وبيكرهوا. وواضح جدا ان التقارير اللي طلعت بفكره ان كيزا علاقته اتوترت بدياجو موتا وباداره يوفنتوس قبل اليورو دي حقيقيه، لان لغايه قبل اليورو على طول النادي كان عايز يجدد له، حتى بعد ما النادي عرف ان تياجو موتا جاي خلاص. فلو تياجو موتا من اول لحظه من ايام ما كان في بولونيا وهو عارف ان هو مش مقتنع بكيزا، ما كانوش هيعرضوا عليه ان هم يجددوا له اصلا. هل اللاعب ساعتها ماطل؟ لان كيزا ساعتها قال لك ايه، لا انا عايز مبلغ كذا كمرتب، لا انا والله استنوا بعد اليورو يمكن اتالق ويجي لي عرض تاني وامشي. عمل حركات زي دي، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط، لكن يوفنتوس ما عجبتهاش الحركه، تياجو موتا ما عجبوش الحركه، عايز يحط سيستم في النادي والله اللي مش عايزنا يمشي، فقرر يغضب عليه ويمشيه. الموضوع مثلا مش زي تشيزني من اول لحظه تياجو موتا جه فيها قال لك انا مش عايزه في الفريق، لكن كيزا ما كانش ده الموضوع. بعد ما العلاقه توترت ما بينهم قال لك ان احنا خلاص مش هنكمل مع بعض. ومع كامل احترامي يا جماعه، انا مش قادر اتخيل ان في اي مدرب في العالم مقتنع ان كيزا ده مش مفيد في النادي. والله عايز تقول لي ان هو مثلا مش ملتزم، عايز تقول لي بيتصاب كتير، كل الحاجات دي اللي انا جاوبتك عليها من شويه ماشي، لكن تقول لي لو كيزا فولي فيت انا مش هستفيد بيه كمدرب، معلش يعني انت بتهرج. وانا حقيقي ما اعتقدش ان تياجو موتا بيفكر كده اصلا. فوالله بصراحه حاسس ان هي اكذوبه شويه فكره ان تياجو موتا مش عايزه، لا هو زي ما بقول لك الدنيا ما بينهم ما بقتش احسن حاجه وكان لازم يتباع. فخلاصه يعني حتى لو في ريسك في صفقه كيزا، هو ريسك قليل جدا، وفي نفس الوقت ايه اللي ممكن كيزا يقدمه لك؟ هو شيء ملوش سقف، وممكن يكون اديشن مهم جدا في الفريق. هل دي الصفقه الوحيده اللي ليفربول محتاجها؟ اكيد لا. هل الصفقه دي كلفت النادي كتير فمش عارف يعمل صفقات تانية؟ برضه لا. معلش يعني يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه سريعه، توتنهام اشترى من بورنموث سولانكي. تقول لي طب ايه علاقه ده بليفربول؟ اقول لك يا سيدي ان قبل ما سولانكي يلعب في بورنموث كان موجود في ليفربول، فلما ليفربول باع سولانكي لبورنموث حط في عقده سيلون كلوز. شرحت لك قبل كده يعني ايه سيلون كلوز دي، يعني لما لعيب بقى بعد كده بيروح بيتباع ليفربول بيبقى ليه نسبه اللي هي تقريبا كانت 12.5%. فلما سولانكي اتباع من بورنموث لتوتنهام برقم كبير جدا، ليفربول من ولا حاجه كده دخله بتاع 7 8 مليون باوند. انت متخيل؟ يعني هم تقريبا جابوا كيزا من الفلوس اللي دخلت لهم من سولانكي. فحقيقي 10 مليون في فريق كبير زي ده ولا حاجه. وانا شخصيا بعشق حاجه اسمها كيزا، وانا بحب جدا فرقه ليفربول، فانا متوقع ان الصفقه دي تنجح بصراحه، ربنا بس يحمينا من الاصابات. عرفوني بقى رايكم تحت في الكومنتات في الصفقه دي، اكتبوا لي برده زي ما انا سالتكم في اول الحلقه، تفتكروا ايه الصفقات الثانيه اللي ليفربول حقيقي ممكن يعملها؟ وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا جدا للمتابعه، اشوفكم الحلقه اللي جايه، يلا سلام.